ازيكم يا احلى جروب مرمر. النهارده انا هعمل المخلل المقرمش. معايا لفت غسله كويس جدا، هقطعه بالشكل اللي انت شايفاه زي اللي بنشتريه جاهز بالسكينه المشرشره. لو ما عندكيش السكينه المشرشره تقدري تستخدمي السكينه العاديه. هخلص الكميه اللي معايا كلها. لما بتعملي الحاجة في البيت بتبقى افضل بكتير من بره، بتبقي ضامنة نظافتها وعارفة انتي مستخدمة ايه معاها. هضيف معلقتين ملح على اللفت لمدة 4 ساعات او 6 ساعات. بعدين انا هجيب الخيار الصغير اللي هو ميني كيوكمبر، هقطعه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وعندي قرنبيط مقطعاه وردات بعد ما اغسلها كويس جدا. وهضيف جزر متقطع بنفس الطريقة. هجيب البطرمان بتاعي، اي بطرمانات عندك او علبة بلاستيك تكون الغطا بتاعها كويس. هضيف من كل نوع شوية شوية، واكون محضرة مية تكون مغلية وتكون تغلي، وبعدين ابردها عشان هستخدمها. لازم استخدم مية تكون غليت وبردت. الكمية اللي معايا دي عملت كمية حلوة خالص، عملت لي 3 بطرمانات. مفيش افضل من الحاجة اللي بنعملها في البيت. انا خلصت الكمية اللي معايا دي. المية اللي انا غليتها وبردتها، لكل كوباية مية معلقة ملح. هضيف بنجر مش كتير عشان انا حاطه هريسة شطة مكعبين 3 صغيرين. انا كنت جايبة واحدة قد الليمونة، عملتها على 3 واتبقى منها كمان. لكل كوباية مية معلقة ملح. هضيف معلقتين سكر. هضيف حبة خل، لان دي المادة الحافظة. الخل والسكر دي المادة الحافظة. دي هريسة الشطة. هضيف على كل بطرمان معلقة، وعلى الكبير ضفت 2، وهتاكل احلى مخلل. ولو مش عايزة تضيفي بنجر كفاية عليه هريسة الشطة. والف هنا وصحة. عجبك الفيديو لايك وشير.